السلام عليكم الأول على السادة الحضور جميعا وعلى مصر كلها من خلال الإعلام. أنا هجي لك كده يا ابني أحسن. أنا كده كويسة أوي. أنا شايفة أولادي المصريين. مصر وحشتني يا أولادي. يا ترى هترضعوا ترجعوها لي تاني؟ مصر وحشتني زي كلمة يا أمي. يا ترى هسمع كلمة يا أمي منكم تاني؟ يا أمي عايزة أسمعها في الميدان، عايزة أسمعها في كل محافظة من المحافظات، عايزة أسمعها في كل بيت، عايزة أسمعها من كل بلكونة لو كانت مش قادرة تنزل. أنا عايزة يا أمي أسمعها منكم جميعا. أنا ابني اتعذب وقتل واستحلوا لحمه واستحلوا دمه، وانا النهارده بقول لهم انتوا ليه زعلانين؟ هو انا لما اعمل توكيل لمحامي واداؤه ما يعجبنيش مش من حقي ان انا الغيه؟ من حقي ان انا الغي توكيلي لمرسي. انا هقول لكم مين هو محمد الجندي. هو ابني، ابن بطني، اللي بقول له الف رحمه ونور عليك يلي وحشتني عينيك، يلي وحشني لمسه ايديك، يلي وحشتني رقتك. الف رحمه ونور عليك يا ضنايا يا ابن بطني. نفسي اخدك ثانيه واحده جوه حضني، نفسي ترجع لي تاني ومش تسيبني. اعذرني يا ربي اصل انا ابني وحشني. ثورة من جديد، ثورة من جديد. دم الشهداء مش قربان، دم الشهداء مش قربان. للإخوان والأمريكان، للإخوان والأمريكان. دم الشهداء للحرية، دم الشهداء للحرية. انا هقول للنظام انت بتسمعني صوت السوريين. عايزه اوجه كلام لاخواتي السوريين، ما تفهموش نفسكم في مساله داخليه حتى تكونوا معززين على ارض مصر. انا عايزه اقول لكل واحد شريف وكل مصريه وكل مصري خد ابنك وانزل بيه، محدش هيقدر يجي ناحيته لانك انت هتحميه. وكل ام تاخد ولادها وتحتضنهم وتنزل بيهم. انا ندمانه ان انا ما نزلتش مع محمد التحرير، وندمانه ان انا ما نزلتش معاه الاتحاديه، وندمانه ان انا ما رحتش معاه في كل حته هو كان بيروحها. انا عندي ثقه في ولاد الشباب، عندي ثقه في عقولهم، لان عقولهم زي الالماس بتعرف ازاي تلمع وقت اللزوم وترجع حق مصر. يسقط يسقط أي رئيس، يسقط يسقط أي رئيس. هنرددها جواجي، هنرددها جواجي. مرسي بيعشق إسرائيل، مرسي بيعشق إسرائيل. بصوا يا ولادي، أنا عايزاكم بجد تحبوا ربنا عشان تقدروا تحبوا بعض. عايزاكم إيديكم في قدام بعض وتنسوا مشاكلنا. عارفين واحنا بنطوف حوالين الكعبة احيانا اخويا المسلم يخبطني بكتفه كده، فببص له واديله ابتسامه فبيهز لي راسه بفهم منه انه بيعتذر لي. انا عايزاكم كده في الميدان، عايزاكم لو واحد فيكم حاسس ان اخوه بيخبطه يهز له راسه ويبتسم علشان كلنا نقف ايد واحده. لو وقفنا ايد واحده وبقينا متحدين محدش هيقدر علينا، حتى لو امريكا محدش هيقدر يقف علينا ولا يزايد علينا. احنا مصريين، احنا حضارة 7000 سنة. اعلموا ان المرأة المصرية قوية ولا احد يهزمها. صحيح ان ابني شهيد، انا فرحة وهقول لكم ان انا فخورة. فسيدنا النبي لما وقف على جبل احد مع عمر وعثمان اهتز الجبل فقال له اثبت احد فان عليك شهيدين ونبي.
وتهنى يا شهيد نام وتهنى. انا عايزه اقول لكم ان انا كل شهيد في مصر، مش محمد الجندي بس. انا ام كل الثوار، مش محمد الجندي بس. محمد الجندي كان الاسد اللي واقف في الميدان بيحرسه احسن من 1000 جندي. محمد الجندي كان بيحب مصر بجد، بيحبها من قلبه، وانا بحب مصر بجد. وعايزه اقول لها يا مصر اراك الان تتهلهلين وقد عشت فيك الزمن الجميل، والله انك لا تموتين، بل انت مصر التي احبها، بل انت مصر التي في وجداني،